السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وبشكل جديد من معرض المهندس الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. النهاردة إن شاء الله نوريكم إزاي تجيبي عروسة حاجات المطبخ، إزاي تجيبي حاجات المطبخ كلها إن شاء الله بسعر ممتاز جدا جدا. معرض المهندس الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. دي نظرة سريعة كده قبل ما نخش في موضوعنا عن معرض المهندس. ان شاء الله هنوضح كل اسعارنا ودنيتنا وازاي العروسه تجيب ادوات المطبخ وادوات النيش، وهنساعدك في حاجات كتير مهمه جدا لكل عروسه. ان شاء الله. احنا عنواننا الغربيه زفت قريه مسجد وصيف، بجوار نقطه الشرطه، وعندنا شحن لجميع المحافظات لاي لحد باب البيت. النهارده ان شاء الله في العرض بتاع النهارده والفيديو بتاع النهارده يعني معلومات كتير جدا جدا كل عروسه بتبحث عنها. فان شاء الله هنحاول نقدم لكم بقدر الامكان ان احنا نساعد العروسه في ان هي تجيب حاجتها من اول الرفايع اللي حضراتكم شايفينها دي، بحاجه النيش، بالرفايع النيش، بالحاجات دي كلها، وتوضيح ان شاء الله بعض الاسعار. تمام. فاحنا من داخل المعرض المهندس، فتجهيز ان شاء الله الفيديو ده. احنا بنعمل الفيديو ده لحضراتكم بس الاستفاده، ان العروسه ساعات بتبقى مش عارفه هتجيب ايه، وبتبقى في الاول كده مش عارفه هتجيب ايه في النيش ولا في المطبخ وازاز المطبخ والرفايع والبلاستيكات والشغل ده كله. فان شاء الله النهارده هنحاول بقدر الامكان نلم الموضوع ده كله في فيديو واحد ان شاء الله. نتمنى منكم ان تعملنا اشتراك في القناه عشان خاطر تدعمونا ان احنا نعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر للعروسه، بحيث برضو العروسه تبقى عارفه هتجيب ايه في المطبخ بتاعها وفي شقتها من الف للياء. يلا بينا كده نبدا الفيديو بتاعنا. الصلاه على رسول الله في التعليقات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في التعليقات كده مع بعضنا ونبتدي الفيديو ان شاء الله، ويلا بينا. السلام عليكم. رجعنا لكم تاني يا جماعه عشان نوضح دلوقتي كام نقطه هنتكلم فيها في الفيديو ده ان شاء الله بخصوص تجهيز العروسه من الالف للياء، ونشارك معاكم ان شاء الله خبراتنا على مدار 15 سنه في المجال. معرض المهندس للادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه. ان شاء الله احنا عاملين الفيديو ده مخصوص للناس، يعني عشان الناس يبقى فيه توعيه من ناحيه الادوات المنزليه، اللي بيجي واللي مش بيجي. يبقى العروسه برضو راح المعرض او المكان اللي هتشتري منه تبقى عندها برضو فكره عن ايه ادوات المطبخ، ايه ادوات النيش، ايه الاجهزه الكهربائيه اللي هتشتريها. فهنتكلم النهارده في عده نقاط كده، على كم مرحله، وهنوريكم منتجات كتير. وبرضو المنتجات دي اي حد محتاج منها اي حاجه برضو شحن يشرفنا في المعرض، احنا تحت امره وسرنا طبعا لقائه. فان شاء الله احنا هنتكلم في اول نقطه. ادوات المطبخ بتتكلف كام، بيبقى عباره عن ايه، كم قطعه، ايه اللي بيجي وايه اللي مش بيجي. رفايع المطبخ، اللي هي مثلا احنا ادوات المطبخ دي مثلا اللي هي بقى البراد، الكنك، الغلاي، اللي مش عارف الحاجات اللي هي بتبقى رفايع من الحلل والشغل ده. وبرضه هنستعرض مع حضراتكم ايه الحلل اللي بتيجي الجرانيت او السيراميك والستيل، وايه الفرق ما بينهم، وايه الافضل، وكم طقم بيجي، والحاجات دي برضه رفايعها برضه من الطواجن والصواني الفرن والمقلايات والشغل ده كله. وبرضو الرفايع بتاع المطبخ بقى من اول ماسك السيليكون والمقصوصه والشغل ده كله، برضو هنوري لحضراتكم عملي ان شاء الله في الفيديو ده. تابعونا بس كده محدش يزهق مننا لحد الاخر، بحيث برضو اعمل فنجان القهوه بتاعك او كوبايه الشاي واقعد واسمع بروقان وتعلم وشوف ايه اللي بيجي وايه اللي مش بيجي. والله احنا عاملين الفيديو ده لوجه الله قبل ما يكون اي حاجه. تمام. ف والنقطه التانيه ان شاء الله اللي هنتكلم فيها، ان جهاز العروسه كله بيتكلف كام. طبعا السؤال ده بيدور عند مثلا كل عروسه، وابو العروسه وام العروسه برضو بيبقوا عايزين يعرفوا الجهاز ده بيتكلف كام من الالف للياء. في ناس بيسمعوا اسعار مبالغ فيها. فطبعا هو كل واحد على قد برضو ميته، يعني مع ميته دي يعني معاه فلوس معاه مثلا 50، معاه 60، معاه 100، معاه 200. كل واحد وحسب حالته الاجتماعيه
هو معاه ايه وهيجيب ايه. فانت برضو في حاجات في تحت شويه، في حاجات في المتوسط، في حاجات فوق المتوسط، في حاجات بقى فوق خالص. تمام. فاحنا برضو هنوريكم النهارده يعني الرينج بتاع العروسه بتتكلف كام من الالف للياء. فمحدش قال لكم الكلام ده قبل كده في اي فيديو، فاحنا بكل مصداقيه هنقول لكم الجهاز بيتكلف قد ايه. يعني عندك مثلا قطعه في الرفاعه من اول 10 في زيها ب 100، بس ام 10 و15 و50 نفس اللي بتقضيه ام 100 هي برضه ام 10 و50 بت ايه تعمله. فالنهارده ان شاء الله هنستعرض مع حضراتكم رفاع المطبخ وادوات المطبخ. مش عايزكم تزهقوا، على ما تعمل القهوه او الشاي بتاعك يكون ايه عرضنا لحضراتكم ان شاء الله. نبتدي بايه؟ برفايع العروسه اللي هي ايه الحاجات الصغيره اللي بتتحط في ادراج المطبخ والشغل ده. تمام، يلا بينا. ورجعنا لكم تاني يا جماعه، وجبنا لكم بقى نوري حضراتكم رفايع العروسه من الالف للياء، وايه اللي بيجي وايه اللي مش بيجي. ماشي يا عروسه، انا عايزك تركزي معايا، يعني اللي هو ايه عشان تبقى عارفه وانت رايحه تجيبي حاجتك، تبقى عارفه هتجيبي ايه وايه اللي بيجي وايه اللي مش بيجي، وايه الفرق بين دي ودي، وايه اللي بيستعمل في المطبخ، دي بتستعمل لايه ده بيستعمل لايه. بتاع رأس يا جماعه بيقولنا والله ما عارفه القطعه دي بتاع ايه. فاحنا دلوقتي خدها فرصه بصراحه، الفيديو ده مش هيتكرر تاني خالص. احنا هنسيبه على القناه لاي حد عايز يشوف مرجع للادوات المنزليه كامله بتاع العروسه في المطبخ. يقدر يرجع للفيديو ده ويشوف كده المطبخ ايه اللي بيجي وايه الحاجه اللي بتستعمل، طب دي بتاع ايه ده بتبدع ايه. وفي حاجات هنستعرضها مع حضراتكم بتركيبها ازاي، بتركب ازاي، بتحط ازاي. يلا بينا نصلي على النبي مع بعض في التعليقات، ونشكر الله ونتوكل على الله، ونوريكم اول حاجه ايه في في رفاع العروسه. دي بص، دي مبشره عروسه، بتبقى على شكل اسمها مبشره كف، تبقى ايه فرداني كده لوحدها. دي مبشره ودي مبشره. دي مبشره كف كده للحاجات السريعه، يعني طماطمه بصله، طماطمه، كلام من ده، شيبسي فيها شباسه. دي حاجه خفيفه كده ايه سريعه، وبتتغسل سريعه وبتتعلق ايه على اي كده. هنوريكم برضو شماعات توزيع دلوقتي في في الرفايع بتبقى بتعلقها على حضرتك الايه المصفى كده، دي سريعه. طيب التانية دي ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ديت كم وجه؟ 6 اوجه. ادي 1 2 3 4 5 6. فيها بقى البصل والطماطم والشيبسي والجزر وحاجات كتير جدا، بتبقى سداسيه كده، وبقاعده سيليكون من تحت عشان ما تجرحش في الرخامه والكلام من ده. اللي فاتت دي يعني رينج 20 جنيه، تمام، وموجوده عايزه شحن تصرفنا لحد هنا موجوده ان شاء الله. دي حاجه زي كده بسم الله ما شاء الله، ايد سيليكون، القاعده بتاعتها سيليكون عشان ما تجرحش في الرخامه برضو. ستانلس على المغناطيس، حاجه طبعا ما بتصديش، ودي برضو ستانلس على المغناطيس. القطعه الزرقاء دي بتتشال، بيظهر الستيل زي ده كده، بس بيجيبوا القطعه دي حمايه كده للعروسه قبل الاستعمال. تمام تمام. يبقى احنا كده معانا ايه نوعين مبشره. في نوع برضو كمان هيقابلنا كمان شويه هنوريه لحضراتكم، لان هو بس في الحاجه كلها ايه مع بعضها. فاحنا كده شفنا نوعين اتنين من المبشره، وهنوريكم نوع تالت برضو نفس دي كده بس على شكل هرمي كده. يبقى احنا كده عرفنا اول حاجه معانا ايه المبشره. دي المبشره السيليكون دي 55 جنيه. معانا برضو الاقماع الكريمه، بيجي معانا في اقماع بتيجي الوشاش بتاعتها بتبقى ستانلس، وفي وشاش بتبقى ايه بلاستيك. ده بيجي ايه متركب جاهز كده، يعني لو جينا مثلا فتحناه وفتحنا القمع، طبعا كله عارف التركيب بتاع القمع الكريمه شكله ايه. هنبقى نعمل فيديو لحضراتكم ازاي تركبي القمع على الوشاش، وفي قمع بتيجي فرداني لوحدها، والبلابل دي بتيجي لوحدها، والشغل ده كله. حاجه كده بسم الله ما شاء الله سيليكون، والقمع بتاعتها ستانلس عشان ايه يعيش اكبر فتره يعني. حاجه زي كده مثلا في متوسط كام 27 ونص 30. تمام يا عروسه. معانا قمع تاني برضو، ده قمع برضو معروف كده شويه، ده سيليكون بس اللي مع ايه تبقى بلاستيك. واخده بالك يا عروسه، دي قماعه ستانلس ودي قماعه بلاستيك، الاتنين بيقضوا نفس الغرض. ماشي يا عروسه. حاجه زي كده مثلا بتعمل 30 جنيه برضو، بتبقى الوشاش بتاعتها كتير، تمام، بيجي في علبه. ده بيعمل 30 جنيه برضو، او رينج 27 ونص. فالافضل ليكي طبعا الستانلس. يبقى كده بالنسبه لقماع الكريمه. وهيقابلنا برضو قماع تانية هنبقى نوريها لحضراتكم نفس دي بس على شكل ايه اكبر شويه.
ولازم برضو حاجه زي كده تبقى معانا في المطبخ. ده جوانتي، ده جوانتي سيليكون كده. جوانتي ده بيجي لحد الكوع هنا كده، بيتلبس ماشي يا عروسه، بيجي لحد هنا كده، ممنوع يسرب الميه. بص اسمه جوانتي كوع، بيجي لحد الكوع. تلاقي العروسه بقى ايه، ناس بقى في ناس عندها حساسيه من الكلور والصابون والحاجات الكيماويه دي، فبيلبسوا حاجه زي كده مثلا تحميهم. ده اسمه جوانتي كوع سيليكون لغسيل الايه، الحلل والاطباق والشغل ده، المواعين يعني. طيب حاجه زي كده نازله معانا بكام؟ في منها نوع ب 30، وفي النوع الكبير اللي هو المستورد ده 35 جنيه. ماشي يا عروسه؟ ماشي يا عروسه. طيب اهم حاجه الهون. الهون يا عروسه معانا هون جرانيت زي كده، ومعانا هون جرانيت زي ده كده. طب ايه الفرق؟ طيب ومعانا برضو هون خشب. شايف الخشب يا عروسه؟ حاجه محترمه. طيب معانا هون جرانيت، نتكلم عن الجرانيت الاول. معانا جرانيت خفيف، ومعانا هون جرانيت تقيل مستورد، ده يعني في الايد كده حوالي كيلو. تمام، يجي كيلو كده في ايدينا. ده خفيف شويه برضو، بقى مستورد، بس ايه فرق طبعا شاسع. حاجه زي كده تعمل معاك 25 جنيه، حاجه زي كده تعمل 130 جنيه. طب ايه الفرق؟ ده مستورد طبعا، برضو السمك بتاعه مش عايزين نقول بقى 15 مللي 20 مللي، حاجه بسم الله ما شاء الله محمل، ده يعيش اكبر فتره. طب شفت الفرق؟ دي اللي بنتكلم فيها عروسه بقى. حاجه زي كده ب 25 جنيه هتقضي الغرض، وحاجه زي كده بكام؟ ب 130 جنيه. طب لما نيجي نبص للخشب، الخشب اللي معانا النهارده ده مستورد، ده من اجود طبعا الخامات اهو. حاجه زي كده تعمل لها كام عروسه؟ حاجه زي كده تعمل 160 جنيه، عشان ده خشب زان، ده سعودي، ده معمول عموله، حاجه محترمه. في بقى في نوع خشب تاني برضو موجود معانا عامل 45 جنيه. يبقى في 45، في 160، في جرانيت ب 25 جنيه، وفي 130 جنيه. طبعا فرق شاسع. فده اللي بنتكلم فيه بقى. ممكن تجيب حاجه في المتوسط تقضي الغرض، الكلام من ده، نلم الدنيا مع بعض. تمام. عايزه تعلي بقى في كل حاجه، طبعا الميزانيه بتعلى، فده اللي كنت بتكلم فيه في الاول. يبقى احنا اتعرفنا على الايه، الهون الجرانيت والايه والخشب معانا. نخش على ايه تاني يا عروسه؟ فوط المطبخ برضو معانا انواع كتير. هنوريكم الماكرو فايبر الاول. دي ماكرو فايبر مستورده، ده ودي المصري. طب بص الفرق، انتوا هتقولوا الفرق ايه؟ الفرق ان واحده كبيره وواحده صغيره. الصغيره دي مصري ب 10 جنيه، والمستورده ب 15 جنيه. ماكرو فايبر الخامه طبعا بتختلف. لما في الناس اللي عارفه في الخامات تيجي تمسك طبعا الخامه. دي حاجه ماكرو فايبر حرير، حرير جدا. دي بتبقى خشنه شويه، تصنيع مصري 10، ودي 15. معانا برضو فوط تانية هنوريها لكم برضو واحنا شغالين. معانا النهارده برضو دي عيدان كده، شيش طاووق الخشب. دي بتبقى طولها حوالي 30 سم. كارت زي كده كله على بعضه فيه مثلا 50 واحده ب 10 جنيه. ده هيقضي معاك في المطبخ الغرض وزياده، وهيقعد معاك فتره كبيره، ال 50 قطعه. تمام. يبقى ده كده معانا ب 10 جنيه. معانا برضو في رفاع العروسه في المطبخ، معانا طقم زي كده. حاجه زي كده ممكن تتحط في درج المطبخ على الرخامه، حاجه تقديم بسم الله ما شاء الله. بص يا عروسه، معلقه وبيبقى عليها قطعه فوق سيليكون. دي كده لو في ضيوف بقى بتتقدم بقى للجيلي، رز بلبن، ايس كريم، الشغل ده كله. حاجه ممتازه طبعا. وطقم مستورد بيبقى ذهبي. تمام، كله بيبقى لون ذهبي، مفيش منه الوان تانية. طقم زي كده عندنا عند المهندس بيعمل كام؟ 130 جنيه. طبعا الاسعار دي موجوده ان شاء الله، موجود كميات من الحاجات دي. اللي هيشرفنا ان شاء الله يستفيد بالعروض دي. احنا قبل ما نكون عروض، احنا قلنا هنقدم الفيديو ده للناس اللي عايزه تستفيد وتعرف الادوات المنزليه من الالف للياء بتتكلف كام. رفيع المطبخ اللي بيجي واللي مش بيجي، اللي بيجي وممكن ما يكونش ليه لازمه ما يجيش برضه، بس احنا هنوريكم كل حاجه وانتوا اللي هتحكموا في الاخر. معانا كارت مقص زي ده، بيبقى عباره عن 3 قطع، مقص كبير، مقص وسط، مقص صغير. 3 قطع مع بعض كده. وبيجي برضه فيه فردانيات، يعني مثلا هيقابلنا دلوقتي ايه، مقصات فرداني. ففي ناس بتريح دماغها وتجيب الايه، طقم الثلاثه مع بعض. طقم زي ده كده بيعمل كام يا عروسه؟ بيعمل له فرنج 45 جنيه، ويلم الدنيا. في مقص فرداني بيجي من 20، 30، 40، 50. هتيجي تبص تلاقي جايبه مقصين 3 ب 100. طب ما احنا وفرنا لك كارت مقص زي كده 45 جنيه، يبقى احسن وافضل. ركزي يا عروس. ومعانا برضو يا عروسه طقم ده اسمه طقم بيتزا. بيبقى معانا عجله عجين، ومعانا قطاعه وشياله للكيك والشغل ده والتورت. يعني مثلا تقطع البسبوسه تشيلي بيها، هي قطاعه وشياله في نفس الوقت. ومعانا المنشار ده
بتاع الكيك بقى تقطعيه بينزل مشرشط كده زي بتاع المحلات بالظبط. طقم زي ده كده عروسه برضه هيكلفك 50 جنيه. ده برضه حاجه مهمه في الايه في المطبخ، بدل ما تجيبي كل حاجه لوحدها. طقم زي كده كارت بيلم الليله وبيوفر لك في سعر كل حاجه طبعا من الثلاثه دول. لو جينا نتكلم الثلاثه دول جبناهم فرداني، طب هنقول دي 30 ودي 20 ودي 20، انت بتتكلمي كده في مبلغ وقدره، يعني هتتكلمي مثلا في 70 80 جنيه. طب ما انا جايبهولك ب 50 جنيه. دي النقطة اللي أنا باتكلم فيها بقى، في حاجات زي كده بتوفر، فالعروسة ما تبقى رايحة تشتري عارفة مثلا وطقم شكل واحد وإيده كريستال، يعني بصراحة أنا شايفه ببلاش. ماشي يا عروسة، ماشي يا عروسة، أهم حاجة تستفيدوا. معانا مصافي إيه 3 قطع. دي مصفى إطار سيليكون، دي بقى للخضروات للطماطم للشغل ده. بيبقوا 3 مقاسات، مقاس صغير مقاس وسط مقاس كبير. تمام، اتفضلوا. مقاس صغير مقاس وسط مقاس كبير. فطقم زي كده برضو لو جينا نجيبه فرداني هيكلفنا حوالي 100 جنيه. طب احنا لو خدنا الطقم على بعضه الثلاثه هيكلفنا حوالي 70 جنيه مش اكتر. فيبقى معانا 3 قطع كملوا طقم. المصافي دي لابد منها في المطبخ، دي بتيجي يعني الحاجه اللي اقول لكم دي بتيجي، دي بقى لازم تيجي. ليه؟ اساسيات في المطبخ بقى، تصفي خضار طماطم. ماشي يا عروسه. ده منشر حمام داخلي للملابس الخفيفه. ده للملابس الخفيفه بقى تجميعته سهله، بيتعلق كده اهو يا عروسه كده، وبيبقى بمشابك حاجه زي كده برضه اهو. ده بيتعلق بقى في الايه المشابك، طبعا دي بتتفكك كده كلها بتنزل كده كده كده. اوريها لكم برضه على الطبيعه اهو. منشر زي كده للملابس الخفيفه في الحمام او في التواليت. ده كده حاجه زي كده مثلا، في منه انواع كتير بقى، يعني ده ايه نازل معانا بلاستيك بس خامه مستورده محترمه. ده نازل معانا بكام بقى يا عروسه؟ ده نازل معانا ب 35 جنيه. تمام. طيب معانا برضه حاجات ستانلس، معانا برضه هتقابلنا في العرض عامله 135 و140. طب ما هو ده هيقضي الغرض. ماشي يا عروسه، يعني ده يقضي معانا الغرض يعمل 35 جنيه. طب ما انا ممكن اجيبه واوفر واجيب حاجه تانية، فده اللي احنا بنقصده من الاول. طيب معانا برضو قالب كب كيك تيفال. الكب كيك ده في منه انواع، يعني معانا نوع تاني اهو. ده بيجي بالقطع بتاعته السيليكون اللي جوه. القطع السيليكون دي بتستعمل اكتر من اقول لك 50 60 مره يا عروسه. تمام. نفس ده، بس ده جاي مع الايه القوالب السيليكون، ده يعمل معاك 110 وده يعمل معاك 60 جنيه. تمام. وبتجيب له بقى الورق اللي هو ايه بيتباع في المحلات برضو موجود متوفر عندنا، اللي هو ب5 جنيه وب7 ونص والشغل ده. بيبقى فيها حوالي 30 40 قطعه. نوعين اتنين والاتنين بيقضوا نفس الغرض ولا في اي فرق ما بينهم. يبقى احنا كده ايه دي الكب كيك. معانا القالب الايه الانجليش كيك ده اللي هو التوست. ده برضو تيفال، حط له ورق زبده ويشتغل. ده بيخش الفرن برضو. ده حاجه زي كده مثلا ب 40 جنيه. ماشي يا عروسه، عشان برضو ما تبقى ايه بتجيبي حاجتك وعارفه انت بتجيبي ايه، يبقى عارفه سعر الحاجه، يبقى عارفه بتجيبي ايه الكلام من ده كله. دي بقى عباره عن ايه؟ ده سلك زي سلك المواعين كده، بس هو آه قطع زي القماش كده خشنه شويه ما تجرحش في الحلل السيراميك والتيفال والجرانيت وكده. بيبقى 25 قطعه على رول. تمام. بيتقطع قطعه بقطعه، قطعه حوالي ايه كده قد كف الايد كده بتتقطع. 25 قطعه ب 25 جنيه، يعني انا مش شايف اوفر من كده بصراحه. ماشي يا عروسه. دي بالنسبه لايه سلك المواعين، برضو من الاساسيات اللي بتيجي. ومعانا برضو حاجات زي كده اهو. معانا 3 سفنجه، يعني دي سفنج تيفال اللي هو بتاع التيفالات والسيراميك ده عشان ما يجرحش. طبعا كل البنات كلها عارفاه طبعا، من غير دي مش محتاجه. بيبقى 3 قطع زي كده ب 10 جنيه مثلا. تمام. ومعانا برضو دي بتاع التيفالات والسيراميك، دي ما بتبقاش سلك، دي بتبقى بلاستيك خشن. بيبقى 4 سبونشة مع بعض كده في كارت مستورد كده برضو ب 20 جنيه الاربعه مع بعض. معانا سلك مواعين بقى، ده المستورد حاجه محترمه بسم الله ما شاء الله. ده ما بيصدش، يعني السلك ده اضمن لك انا كده عن تجربه، ده عمره ما يصد معاك الا بصعوبه جدا. دي بيبقى 6 قطع مستورد مع بعض كده. هي القطعه باينه صغيره بس ما بتتفرد، بص عروسه كبيره. طيب ال6 قطع مع بعض دول كده مثلا يعملوا معاك 20 جنيه. ماشي عروسه. دي برضو اساسي بيجي يتحط في المطبخ. العروسه برضو اللي في الاول بتغسل وبتاع يبقى عندها الايه الشغل ده في المطبخ من الاساسيات يعني. دي شياطة الايه الرز. طبعا شياطة الرز يا عروسة لازم تيجي عشان ما نحرقش الرز من الاول.
دي بتتحط كده تحت الحله بتاع الرز متنيه يعني. طبعا ايه موجود مرتجعات واستبدال والشغل ده كله. دي شياطه تيفال، بتتحط تحت حله الرز على النار كده، وتحط عليها الحله عشان ما تشيطش في الحله. لو النار عاليه بتهب الكلام من ده، ما ايه ما تشيطش في الحله. وبرده في ناس بتستخدمها لحاجه تانية. في ناس بتشوي عليها سمك، ما هي برضه عشان ايه فيها خرام كتير اهي. يعني ممكن على قد كام سمكية كده يتحطوا برضه وتشوي عليها وزي الفل وتمام التمام. تكلفك حوالي 20 جنيه. 20 جنيه شياطة زي كده تيفال. طب معانا ايه تاني برضه؟ معانا ميزان مطبخ زي كده بيبقى ديجيتال، مش عروسة. ميزان زي كده بيبقى ديجيتال، بيركب له الحجارة من هنا من ورا كده. الحجارة بتركب من ورا كده وبتقفلي، تمام يا عروسة. بس الحجارة مش معانا دلوقتي بره. زرار الاون والاوف. الاون ده اهو، بتتك عليه بيشتغل المؤشر هنا وبينور، وتوزين عليه من هنا. مالكيش دعوه بالزرار اللي في النص ده خالص. الزرار الاخير ده مكتوب عليه تي اي ار اي تير. تير دي اللي هو الايه التصفير، بتصفر الايه الميزان بتاعك وتبدا توزين عليه. بيجيب معاك لحد 10 كيلو. ممكن برضو تحط عليه حاجه، حله او حاجه توزين دقيق، توزين حاجه، وتتك على زرار اللي هو التير ده الاخير ده اللي هو على اليمين في الاخر. تك عليه يصفر معاك، تبدا توزني. خلصت وشلت الحاجه اللي وزنتيها، تك على التير التاني يرجع معاك صفر زي ما هو. تك اوف، الميزان اشتغل معاك. ماشي يا عروسه. انا عايزك تطولي بالك كده وتشربي معانا شاي وقهوه وينسون، عشان ايه الفيديو طويل بس كلها حاجات مفيده ليكوا. تمام. يبقى كان معانا ميزان مطبخ زي كده بيعمل 110. معانا مضرب بيت سيليكون. طبعا معانا انواع مضارب كتير هنوريها لكم برضو ايه في خلال ايه الفيديو اللي شغال. مضرب سيليكون زي كده ب20، في حاجه معانا ب50، وفي حاجه معانا ب30، وفي حاجات معانا ب20 برضو، وفي حاجات معانا ب10. تمام. حاجه زي كده النهارده بنقدمها لك ب20 جنيه مضرب بيت سيليكون. وفي دي قشره سمك. القطعه الستيل اللي فوق دي بتمشيها على ظهر السمكه كده، بتقشر وتنزل في خزان تحت، عشان برضو ما تخلص تفتح لك خزان ويترمي في الايه في الباسكت. يبقى معاك قشرة سمك اهيت برضو مهمة في المطبخ. في ناس بتتعب في تنظيف السمك ده، فهم بصراحة اختراع محترم جدا يعني اللي هم عملوه. حاجة زي كده ب20 جنيه هتقضي معاك الغرض برضو من رفاع العروسة. لازم تيجي برضو. تمام. صلى على النبي واذكر الله. والله الصين دي احنا مش عارفين هتودينا لحد فين، يعني ما خلوش الناس في نفسها اي حاجة. بص يا عروسه، ده حامل مقشات، بيبقى عباره عن كام عين؟ 5 عيون. تمام. احنا عايزين نوريكم عملي الحامل ده بيشتغل ازاي. ايوه، يعني دي مساحه باركيه اهي. دي مساحه باركيه بتاع الارضيات اهي. هنوريكم ايه تثبت ازاي. اولا ده بيركب بايه؟ بمسامير. بيجي معاه، لازم يجي معاه كيس المسامير بتاعه اللي هو زي ده. كيس المسامير بالفليشر. يعني كل اللي عليك هتجيب الشنيورات في الحيطه على قد مثلا ايه 3 اخرام اهم في الحيطه، وتركبي الفليشر والمسامير بيجوا معاه. ويركب الحامل بالشكل ده كده اكنه راكب على الحيطه اهو. بتجيبي بقى حضرتك بقى المقشه او المساحه ومساحه الباركيه. في ناس بتستخدموا لعواد الصيد اللي هو العود اللي بيصطادوا بيه. المقشات، المساحات، مساحه الباركيه، اي حاجه لها يد زي كده. ماشي يا عروسه. طيب دي متعلقه في الحيطه اهي. هنقول لكم برده فايده الايه الحاجات اللي قدام دي ايه. ده يتعلق في الحيطه كده، وبتيجي هنا حضرتك اهي اهي ولا اي حاجه خالص. بتمسك جامد، لان في جلدتين بيمسكوا على الايه على الحاجه، صعب ان هي ايه تنزل. يعني بص يا عروسه، لما يكونوا بقى كله راكب جنب بعضه بتبقى اهي بنشد بكل عزمنا ما بتنزلش. انما لو حاجه واحده بنحاول ان احنا ما نشدهاش، او برضه اهي بتمسك، او برضه اهي بس برضه ايه سطوحها سهل شويه، عشان ايه قطعه واحده هنخلعها. فطبعا انا مش هجيب حامل زي ده اعلق عليه قطعه واحده، فلازم يبقى ايه 5 عيون ماسكين بعض بايه بيكملوا بعض. طب القطعه اللي قدام دي ايه بقى؟ دي الفوط المطبخ. حاجه مفاتيح. فهو حاطط لك برده 5 علاقات كده تستفادي بيهم لاي حاجه. ماشي يا عروسه. ماشي يا عروسه. يبقى ده اسمه حامل مقشات. حامل مقشات 5 عيون، بيتعلق بنيور وبيجي مع المسامير. حاجه زي كده مهمه جدا 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 في المطبخ، بتلم لك الليله بدل ما نحط ورا الثلاجه وورا المطبخ ومش عارف ايه. ماشي يا عروسه. حاجه زي كده ب 95 جنيه، يعني معلش هيوفر عليك حاجات كتير.
طب بالمناسبه برضو مساحه الباركيه معانا النهارده اهو، دي يد ستيل. مساحه الباركيه دي الاصليه بتتحرك في جميع الاتجاهات، كنا عرضناها قبل كده في فيديوهات كتير، تقدر ترجع تشوف الفيديو بتاعها. دي ممتازه جدا في الحيطان، في السيراميك، تنظيف الحيطان والشغل ده في العيد بقى والشغل ده. في ناس بيبقى عليها طلب جامد طبعا في دخلة العيد، لان الناس كلها في الحيطان بقى بسم الله ما شاء الله، مش عايز اقول لكم يعني. انتوا عارفين. ماشي. حاجه زي كده نازله معانا ب 60 جنيه. تمام. معانا برضو حاجه زي كده، دي قوالب سيليكون كده 6 عيون، بيتعمل فيها ايه بقى؟ كب كيك. في ناس تعمل عجين بقى اللي هو الكيك والغريبه ومش عارف ايه والشغل بقى، مش عايزين نحكي بقى. طبعا الشيفات كتير بقى معانا هنا على القناه، فمش عايزين نقول لهم هم بيعملوا ايه فيها. بينزل معانا بشكلين، شكل مثلا زي الشمس كده، وشكل الدوناتس اهو بيطلع بالشكل اللي هو ورا ده، يعني تحط الحاجه هنا وبتطلع بالشكل ده. حاجه زي كده برضو تبقى معاكي قطعه او اتنين في المطبخ، برضو ما بتيجي تعملي كيك او حاجه دخلت في مناسبه، في عيد، في حاجه بتحتاجي حاجه زي كده، لازم تبقى معاكي في المطبخ برضو من الاساسيات. حاجه زي كده نازله معانا بكام يا عروسه؟ نازله معانا مثلا القطعه ب 50 جنيه. كنا عرضنا ده كاب كيك، كنا عرضنا التيفال ده الجرانيت ده نازل معانا ب 70، التيفال كان ب 60. ماشي يا عروسه. نازل برضو معانا، لازم برضو تجيبي يا عروسه حاجه زي كده في المطبخ من الاساسيات. ده طقم سكاكين جرانيت، بس مش هنقدر برضو نفسره بالظبط ونطلعه قدام الكاميرا عشان برضو ايه الحظر والشغل ده. بيبقى عبارة عن قطعة 2 3 4، بيبقى كازلك و3 سكاكين مقاسات، ومعانا مقص تحت اهو قشارة. طقم زي كده مثلا لازم يبقى متوفر معاك في المطبخ، بحيث يعني ما تدوريش بقى معاك جميع انواع المقاسات اهي. نوريهم لحضراتكم برضو ورا اهو المقاسات كلها اهي. ماشي يا عروسه، ده اساسيات. تاخديه سكرين برضو تحفظيه عندك، بحيث ايه تيجي تشتري يبقى انت عارفه بتجيبي ايه وعايزه دي، تطلب بقى كله عايزه كذا وعايزه كذا. احنا بنوري لكم عمل اهو. حاجه زي كده ب 160 جنيه 165 جنيه، مش غالي برضو. طيب حاجه زي كده برضو، ده طقم صواني كليبس. 3 قطع، بيبقى معانا صينيه مربعه وصينيه مدوره. هنقول لكم عن ايه كليبس برضو. معانا صينيه مدوره، تمام، يبقى معانا واحده مربعه وواحده مدوره وواحده على شكل ايه؟ شكل قلب، الثلاثه مع بعض اهو. تمام، 3 مقاسات. طب ده يعني ايه بقى؟ بص يا عروسه، انت بتعملي هنا الكيك او التورت اللي هتعمليها، بيتحط هنا العجين تمام وبيتساوى، وتحط ورق زبده برضو يعني يفضل يعني، او مش عايزه ورق زبده براحتك. وبعد ما بتستوي في الفرن تفتحها بالظبط كده، يعني بعد ما بتستوي في الفرن بتطلع بقى قطعه واحده على بعضها. كل ما عليك هتقومي فاتحه الكليبس ده، طبعا بقى تفتحيه بالراحه كده ويتحط على ترابيزه زي كده مثلا، وينزل معاك اهو. وتشيلي دي، اصبحت زي المحلات بالظبط. التورته طالعه على شكل قلب، ممكن تشيلها برضو من على الصينيه بتاعتها دي، وتحطيها على صينيه تانية او حاجه. تمام. والمدوره نفس الوضع، والمربع نفس الوضع. طقم زي كده برضو من اساسيات المطبخ، والعروسه بتجيبه برضو اساسي لانه شغال بسرعه الصاروخ. مفيش محل الا ما يكون عنده طقم زي كده، والعروسه لازم المطبخ يبقى طقم زي كده موجود. طقم زي كده عروسه بكام؟ نازل معانا ب 140 جنيه بدلا من 170 جنيه في العروض اللي احنا عديناها كلها. يعني احنا عملنا شويه عروض في خلال السنه دي، المتابعين هم اللي يردوا علينا في التعليقات. ايه رايكم في عروضنا؟ عروض المهندس رقم 1، ولله الحمد. احنا يعني شغالين في العروض دي بقالنا سنه تقريبا، الحمد لله ولله الحمد. يعني المنافسين كتروا، فمش عايزين، ما حدش بيشكر في نفسه، فالحمد لله احنا بنحاول نقدم جودة. اي حاجة بنجيبها لكم بقى لا مرتجع طبعا عندنا. بنحاول نجيب لكم اقل الاسعار في السوق كلها، بنتعب عشان نجيب الشغل ده والله، عشان خاطر نقدمه لحضراتكم بسعر مناسب للعروسة. عشان طبعا الناس طبعا مش عايزين نتكلم بقى الدنيا فيها ايه والكلام من ده، فكل واحد عارف الحاجة اللي بتيجي دي طبعا مش بتيجي بسهولة يعني. خلينا في موضوعنا. معانا غلاية كهرباء، ده للقهوة. دي غلاية قهوة عروسة. بصي، كل ما عليك تحط القهوة والسكر والمية وبتقلبها عادي خالص اكنك انا كاستانلس ومحطوطة على النار. دي للناس اللي مش عارفة تستعمل غلاية للقهوة، فرصة وتعلمي يا عروسة.
قلنا نحط الميه والقهوه والسكر ونقلب. تمام، بيبقى ارضيه ستانلس بالظبط زي الكنكه، بس البودي بتاعه بلاستيك. ما تحطش الفيشه قبل ما ايه، لا من هنا خلصنا قلبنا. ويفضل معلقه خشب او بلاستيك واحنا بنقلب، عشان لو احنا نسينا وحطينا المعلقه، لو استانلس لا قدر الله الاستانلس ده ملقط كهرباء يعني غلط. فيفضل معلقه خشب بلاستيك، ما توصلش اي حاجه، حتى لو عايزه تحط الفيشه مع معلقه خشب شغال. طيب خلصنا حطينا الفيشه، بنستنى بقى ما نسيبهاش، هي بتشتغل بزرار اون واوف. طيب الاون شغال اهو، نقف جنبها ما نسيبهاش، لان ده ما بيفصلش زي الغلايه الشاي، بيبقى محكم وليه زرار امان. ساعه ما البخار بيوصل لدرجه 100 بيفصل اوتوماتيك، ده ما بتفصلش اوتوماتيك عروسه. دي انت بتقف جنبها اقل من دقيقتين 3 بيكون القهوه بتطلع، تفصلي من الزرار ده او تشيل الفيشه وتصب القهوه بتاعتك وبالهنا والشفا. ماشي يا عروسه، دي بالنسبه لغلايه القهوه. مش عايزك تزهقي يا عروسه، الحاجات دي مفيده ليكي قبل ما تكون مفيده لاي حد يعني احنا والله موفر لكم ساعه النهارده نوريكم الكلام ده كله، ونلم لكم على قد ما نقدر من الرفاعي المطبخ النهارده، عشان تعرفوا ايه اللي بيجي وتعرفوا كل حاجه بسعرها، وعشان ما نضحكش عليك من الاخر. طيب ده طقم مصفى 3 قطعه، دي اكبر واحده فيهم، بتبقى مقاس 30 استانلس على المغناطيس، طقم مستورد طبعا، حاجه محترمه بسم الله ما شاء الله. ده 3 قطعه. ده المقاس التاني بتاعه بيبقى مقاس 28، ومعانا مقاس 26، يبقى 26 28 30. طب ايه المقاس ده اصلا يا عروسه؟ المقاس ده بيبقى القطر بتاع الايه؟ بيبقى القطر بتاع المصفى. تمام، القطر بتاع المصفى ده لو قست بالمتر كده هيطلع المقاس ده بالظبط 26 سم. تمام، زي الاول زي الصواني بتاع الكيك والشغل ده. دي طقم مصفى مخرمه من جميع الاتجاهات طبعا كلها اهي. دي بقى بسم الله ما شاء الله في المطبخ دي لا يعلى عليه. شفت طقم المصفى اللي احنا وريناه لكم من شويه ب 70 جنيه، تقدروا ترجعوا تشوفيه تاني. ده طقم مصفى ستانلس. التاني كان بيبقى عباره عن ايه؟ سلك، مش ستانلس، بتبقى سلك عادي خالص ومدهون ماده كده عشان ايه؟ يمنع الصدى. كان ب 70 جنيه. طقم زي كده هيكلفك حوالي 260 جنيه. ماشي يا عروسه، ده ستانلس على المغناطيس والتاني مش ستانلس، فده يقضي الغرض والتاني يقضي الغرض، ده اللي احنا بنحكي فيه، وده اصلا الهدف من عنوان الفيديو نفسه اساسا. ماشي يا عروسه. طيب هنوريكم برضه حاجات تانية اهي. ماشي يا عروسه، ده مفرش ثلاجه. مفرش ثلاجه بيبقى عباره عن 4 قطع الشكل ده، ومنه اشكال كتير بقى. بيتفرش كده في الثلاجه في الاربع طرف اللي ورا بعض، حاجه زي كده ب 15 جنيه. ماشي يا عروسه، حاجه زي كده بقى بتبقى شماعات دبل فيس، بتبقى ستيكر ورا، بتشيليها وتلزقيها تعلق عليها فوط مطبخ. في ناس تاخدها تعلق عليها مقصات، تعلق عليها اي حاجه ليها تعلقه كده، حاجه زي كده مثلا تعلق عليها عادي مفيش اي مشكله، وبتستحمل وبتشيل. حاجه زي كده زي مثلا 30 جنيه. طقم كامل هيجيبك شهور. معانا حاجه زي كده بقى مسن سكاكين. المسن ده بيبقى عباره عن 3 مراحل للناس اللي مش عارفاه. 3 مراحل ازاي يا عم محمود؟ طيب هنقول لكم. في للسكينه الستانلس، في للسكينه الجرانيت والسيراميك والشغل ده، في للكذلك الصغيره. بيبقى عباره عن 3 مراحل، واحده معدن وواحده بلاستيك كده، لكل انواع الايه، الحاجات اللي عايزه ايه تتسن يعني، او تبقى حاده يعني. ده نازل معانا بكام؟ 35 جنيه. معانا منه انواع كتير برضه. فالمسن ده اساسي في المطبخ يا عروس. طب احنا معانا النهارده طقم 24 قطعه من المعالق والشوك الصغيره والكبيره. 24 قطعه عروسه، ركزي في دول. دي معالق للمطبخ، للدرج، بتحط في درج المطبخ. نوريكم شكل مثلا من الاشكال اللي موجوده عندنا اهو. بص يا عروسه، المعلقه لازم تبقى حاجه محمله كده وتعيش معاك عمر. المعلقه دي هتجيبيها تشيل المعلقه كده، لقيتها تقيله خدها وانت مغمضه، بس برضو الشكل بيرجع للعروسه حسب ما بتختارها. يعني احنا معانا طقم زي كده اهو 24 قطعه مستورد طبعا، ده معروف وعرضنا عنه كتير، وجروبات كتير منزلاه ومعروف يعني. طقم زي كده ولله الحمد عندنا في معرض المهندس طقم 24 قطعه، معالق وشوك تقيله، معالق كبيره ومعالق صغيره، وشوك كبيره وشوك صغيره. 24 قطعه ب 230 جنيه بس عند المهندس اهو. واساسي اساسي يا عروسه في المطبخ، اللي اقول لك عليه اساسي يا عروسه دي تركزي فيه قوي. طيب نازل معانا ايه؟ دي فرشه ومعلقه وسباتيولا.
دي من الاساسيات الاساسيات الاساسيات، 3 اساسيات اهو في المطبخ. طب ليه بقى؟ الفرشه دي بنستعملها في دهن الجلاش والمكرونه والشغل ده، والاسباتيولا برضو بنقلب بها عشان الحلل الجرات والسيراميك دي ما يتجرحش، تقلبي بها بقى الصلصه والشغل ده. طبعا العروسه ادرى بقى بالكلام ده وهي بتطبخ، احنا على قد معرفتنا برضه عروسه في المطبخ، بس احنا بنقدم لك المنتجات اللي انت هتستعملها في المطبخ. ماشي. ومعانا برضه المعلقه دي بتبقى غويطه شويه كده، عندي دي سباتيولا بتبقى ايه ملمسها ناعم، دي معلقه مجوفه من جوه كده، ممكن تشيلي بقى حاجه. يبقى معانا 3 قطع مع بعض، وفي منه فرداني. ال3 قطع مع بعض يكلفوك 65 جنيه عروسه. ماشي عروسه. معانا قشره بطاطس زي كده، طبعا دي معروفه، قشره بطاطس بقى وفيها قطعه ترشي وفيها شباسه تعملي شيبسي وفيها للطماطم والجزر والشغل ده. نزل معاك بكام؟ ب7 جنيه ونص. معاك برضه عروسه اهو مسني سكاكين شكل تاني خلاف اللي وراناه لكم، ده حد بس، دي للسكاكين الحاده فقط لا غير. حاجه زي كده نازل معاكي برضه ب30 جنيه بس. شغل بسم الله ما شاء الله، الايد اصلا عاج مش بلاستيك، عاج يعني من قويه جدا. والمسن ده على تجربه حاجه محترمه ب30 جنيه عروسه. طب نيجي بقى المخرطه. المخرطه دي منها انواع كتير. معلش ايه الفرق بين الايد الخشب والايد البلاستيك؟ طب ويفضل ايه، تجيبي خشب ولا تجيبي بلاستيك؟ انا هقول لك يا عروسه، اولا قبل ما تجيبي المخرطه انت تشيليها لقيتها خفيفه شويه، يعني هي هتريحك لما تكون الحاجه خفيفه في الايد كده، بتبقى ايه، بتبقى مريحه في الاستعمال. طيب معانا مخرطه الخشب دي مستورده، طيب وفيها الاتنين اللي هم دول البرشام دول كده، تعرف ان دي تقفيله محترم جدا طبعا، مش مسامير بقى وشغل هتصدي، وبيبقى استانلس على المغناطيس، وتبقى ماركات معروفه وحاجات محترمه. الايد الخشب ولا الايد البلاستيك؟ نقول لك الايد البلاستيك شكلها ايه، تبقى كده اهي، والايد الاستانلس ده بيبقى داخل لحد هنا، فبيحط الحته البلاستيك دي بتلحم جوه على البلاستيك على الاستانلس اللي جوه، صعب ان هي تطلع اصلا. في ناس تقول لك ده بتطلع، لا 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 خالص مش دي. اتكلم حضرتك بقى على الانواع الشعبي، في انواع مصري ب15 وب20 شغل كده احنا مالناش فيه. وبعدين المخرطه كل ما يكون حجمها اكبر، كل ما يكون حجمها اكبر كل ما يكون احسن طبعا. فاحنا جايب لكم نوعين بلاستيك وخشب من احسن الانواع في السوق، من احسن الانواع في السوق. طبعا الخشب حلوه والبلاستيك حلوه، مفيش اختلاف ما بينهم، الاتنين بيقضوا نفس الغرض، والاتنين بسعر واحده. دي نازله ب50 ودي نازله ب50، والاتنين متفق عليهم. اي حاجه شعبي ما تجيبهاش يا عروسه، هتتعبك وهتترمى بسرعه. شاف بقى الروقان ده، ده شغل ترندات بتاع المهندس نزلت يا جماعه. انا مش عارف والله، يعني الصين عماله تخترع واحنا نجيب، تخترع واحنا نجيب، احنا كده هنجيب، احنا ما نجيب الصين تشتغل هنا يا جماعه في مصر ونريح دماغنا، والمصانع دي تيجي ان شاء الله جايين قريب يعني ان شاء الله. طيب النقلال الاستانلس ده عروسه بايدين، حاجه ذهبي كده، حاجه بسم الله ما شاء الله تفتح النفس على الاكل. يعني انا قدامي مقلايه زي دي كده وفيها اكل، انا مش هقول لك، انا هقوم قافل الكاميرا وشغال. ماشي يا عروسه. طيب طب احنا بنهزر بقى يعني، مش هناكلها كلها ماشي. طب المقلايه الذهبي زي دي كده بتيجي بقى فرنجات ايه، تيجي فرنج في منها انواع ب100 شويه 200 وشويه. دي طبعا لسه جايلنا حالا قبل ما نعمل فيديو لحضراتكم، فده نبقى نعمل لها فيديو مخصوص ونعرفكم سعرها كام. واحب اقول لك يا عروسه دي مش من الاساسيات برضو يا عروسه، يعني في حاجات تيفالات سيراميك جرانيت حاجات افضل وتستخدم في المطبخ احسن، فمش معنى كده ان دي وحشه، دي ممتازه جدا طبعا في الشغل. بس من الرفاهيات ان انت تجيبي حاجه زي كده في المطبخ، معلش يبقى انا الحاله الاجتماعيه حلوه وجايباها برضو حاجه شكلها حلو وشيك وجدا. طبعا مش هنقول بقى العروسه مش هتجيبها، لا العروسه ممكن تجيبها لانها عروسه عايزه حاجه تشرف، حاجه جديده، حاجه ترند. مش عروسه، انا بقول في حاجات بدايل ممكن عايزه توفري شويه، في حاجات بدايل تمام. معانا برضه عروسه ايه، معانا الكوستر ده كوستر كبير بينفع للحلل، يعني ده حاجه بسم الله ما شاء الله اصلا. يعني قلنا القطر بتاعه كده 35 سم 40 سم، ده بيتحط كده على الرخامه، يتحط عليه الحلل السخنه، هو عباره عن قماش او من الخيش حاجه كده بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايزه، هو على الطبيعه حاجه تانية، وعاملين له بقى حاجات ديكور كده من الجناب. ده بيتحط على الرخامه، تحط على الحلل، بيستحمل اي حاجه سخنه. ده شغل جديد كده لسه نازل، حاجه بسم الله ما شاء الله كده، يكلفك 40 جنيه. دي برده من اساسيات عروسه لازم تبقى في المطبخ. عشان الرخامه برده ايه
ما تتجرحش، ما تلسعش من الحلل السخنه. معانا بقى ماسك ستانلس زي كده، ماسك في انواع من المواسك، في منه سيليكون وفي منه ستانلس. الماسك الستانلس الكبير ده اهو اساسي، او السيليكون اساسي، واحد من الاثنين، واحد من الاثنين هيقضي الغرض. ده برضو بيشتغل اهو، بيفتح وتشد دي كده يقوم قافل معاك. يبقى معانا نوعين اتنين عروسه، سيليكون وستانلس. ده نازل ب 35 وده نازل ب 40، يعني واحد من الاثنين هيقضي الغرض، واحد من الاثنين عروسه هيقضي الغرض. معانا برضو مقصات، كنا عرضنا كارت مقصات في الاول خالص، ده كان ب 45 جنيه. في مقصات فرداني بقى، في منه ب 45، في منه ب 20. يعني المقصات ده انواع كتير برضو، عايزك تجيبها فرداني ماشي، عايزك تجيبها طقم ماشي. المهم يعني ما يتكترش عن 3 مقصات، واحد صغير واحد وسط واحد كبير. ويفضل يبقى فرداني لو الميزانيه تسمح عادي. الكبير ده بيستخدم في تنظيف السمك والشغل ده، بيبقى حاجه حلوه ويستحمل. مع الكريمه برضو كنا عرضنا اتنين قبل كده، ده واحد تاني اهو، برضو البلابل بتاعته ستانلس. ده سيليكون متركب جاهز على الشغل على طول. ده نزل معانا ب 30 جنيه برضو عروسه، من الاساسيات، بس بتجيب واحد ماشي عروسه واحد، ما تروحش بقى تجيب اتنين وتلاته ويلا نوزع على اصحابنا، واحد عروسه. انا نفسي بقى الابهات هم اللي يتفرجوا علينا عشان يعرفوا اللي بيجي. العروسه بتروح المحل، يعني انا مش عايز اقول لك العروسه بتيجي تبقى عايزه تشيل المحل وهي ماشيه. فربنا يعين كل واحد طبعا، وكل عروسه تبقى عامله حسابها ان هي تبقى قد المسؤوليه، والحاجه اللي هي تبقى عايزاها تجيبها، ما تكترش، لان برضو الظروف دلوقتي مش احسن حاجه مع كله. فكل عروسه تجيب الحاجه اللي هي تحتاجها في المطبخ مش اكتر يعني. ماشي يا عروسه، دي نصيحه من اخ لاخته يعني، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. معانا طقم كذلك زي كده، بيبقى 6 قطع الوان. حاجه زي كده مثلا تنزل معاك ب 40 جنيه، 45 جنيه، حسب المكان اللي بتجيبيه منه برضه يا عروسه. ده موجود عندنا احنا ب 40 جنيه اهو. 3 قطعه فرش، دي تنظيف بقى البوتاجاز. الحاجات الصغيره اللي تبقى في البوتاجاز دي ما بتطلعهاش بالفوطه. الفرش دي بتجيبها بتنضفها بقى، الزيوت والرده والشغل ده مكان الشغل على البوتاجاز. حاجه زي كده نازله معانا ب 12 جنيه، وفي منه المقاس الكبير بقى 3 فرش كبار، بس الصغيره هي اللي شغاله حلو في المطبخ، بما ان هي صغيره تجيب الحاجات الصغيره. نازله معانا ب 12 جنيه مثلا في العرض اهي. ومعانا برضه عروسه معالق صغيره، معانا معالق صغيره 12 قطعه. معانا 12 قطعه معلقه بلاستيك للتوابل بقى، للبرطمانات للشغل ده، نازله معانا 10 جنيه. نزل معاه اهو. وقلنا الفرش الكبيره هي جت معانا برضه اهي. الفرش الكبيره دي بس يفضل الصغيره طبعا، الكبيره برضه لها استعمالات بقى، فيها واحده ناعمه بقى ممكن تستخدمها للاحذيه، الحاجات دي برضه تنضفها الشغل ده. لها استعمالات كتير جدا يا عروسه، بعد كده مع الخبره هتعرفي. دي حاجه زي كده ب 35 الكبير. معانا برضه ايه، معانا قطعه التفاح دي من الرفاهيات برضه يا عروسه، مش من الاساسيات يعني. انا بصراحه الحاجات دي ما باجي اتكلم عليها ما بدققش وما بعملش عليها عروض بصراحه، لان حاجات من الرفاهيات. اللي جاي عايز قطعه تفاح زي كده مش عايزين نتكلم. دي ستانلس طبعا على المغناطيس، حاجه محترمه يعني. مش عايز اقول لك حد قد ايه، في ناس على فكره بتستخدمها للبطاطس مش للتفاح خالص، فهي برضو يعني ممكن تيجي وممكن ما تجيش، بس مش من الاساسيات الرفيعه المطبخ. طب حاجه زي كده مثلا نازله معانا ب 35 30، حسب المكان اللي بتجيبه منه برضه عروسه. انا عايز اقول لك بقى ان هراسه التوم دي من الاساسيات اللي لازم تبقى عندك في المطبخ، لان هي بصراحه عن تجربه ممتازه. تفتحها كده زي الكماشه او البنسل، تفتحها كده اهي، القطعه دي اللي متحركه، تحط فص التوم، تقفلي، هوب كده نزل فص التوم. مش عايز اقول لك بينزل مفروم، ولا اجدعها حد بيدق في الايه، في الهو. دي حاجه بسم الله ما شاء الله بصراحه، جيبيها، انا اللي بقول لك جيبها وانت مطمن. بكام دي بقى عروسه؟ دي نازله معانا ب 55 جنيه. كان سعرها قبل كده وصل ل 60 وعدى ال 60، هي سعرها بيريح وان شاء الله الدنيا بتريح شويه برضو. دي نازله معانا ب 55 جنيه، من اساسيات المطبخ يا عروسه. معانا برضو مضرب بيض، وريناكم السيليكون ده ستانلس، ده نازل برضو ب 20 طبعا، ده في كل مطبخ هتلاقيه ب 20. في ده برضو مضرب كبير برضو اهو، مضرب زي كده اهو، ده للبيض بقى النسكافيه، يعني مش عايز اقول لك استعمالاته قد ايه. فالعروسه بتجيب هو واحد بس يدوي بتستخدمه، بتجيب حاجه نظيفه زي كده اهي، نظيف زي ده كده. ده حاجه، ده وزنه مش عايز اقول لك يعني في حوالي 400 جرام 500 جرام. ده بسم الله ما شاء الله، السلوك دي داخله لحد جوه ولفه وراجعه تاني.
يعني مش بيطلع بسهوله، يعني معلش تقعدي بقى تشد لبكره، مفيش الكلام ده. العادي اللي احنا عرضناه ب20 بامانه بيطلع. تاني ب20، ده ب55، بس تيجي تبص للخامه والحجم كل حاجه حلوه. مش عايزين نتكلم طبعا على الطبيعه، حاجه تانية. متوفر بكميات ان شاء الله. صفايه البطاطس او الطعميه، فلافل، في حاجه زي كده وحاجه زي كده. دي نازله معانا استانلس على المغناطيس كلها، وايد خشب برشام، حاجه محترمه مستورده، حجم كبير. في حاجه عاديه خالص مش استانلس، تبقى حديد. حاجه زي كده ب20 جنيه، حاجه زي كده ب65 جنيه. طبعا فرق شاسع. وترجع ليك انت عروسه في الاخر، تجيبي دي او دي حسب الامكانيات الماديه. فاحنا عرضنا الاتنين من اساسيات المطبخ يا عروسه. قطاعه بسبوسه، تشيلي بقى البسبوسه بقى والكنافه والشغل ده. بايد جرانيت، حاجه محترمه مستورده ب20 جنيه. الصيفجي طبعا بقى، والناس بقى اللي بيعمل ايس كريم بقى في البيت، واللي بيجيب جراكن والكلام من ده. معلقه ده تنفعك طبعا. دي برضو رفاهيات يا عروسه، مش من الاساسيات يعني. معلش انا الواحده هتتجوز، مش اول ما تخش هتعمل ايس كريم ما فيش الكلام ده. اعملي رز بلبن، اعملي جيلي، حاجه كده ايه في الاول. انما ايس كريم ده في الصيف. معانا معلقه ايس كريم عروسه للاطفال. دي يعني ممكن برضو العروسه تجيبها، ممكن ما تجيبهاش حسب الامكانيات. ممكن واحده بتجيبها بتعينها لما بيبقى في ايس كريم ولا حاجه، بتجيبها تشتغل بيها. حاجه زي كده مثلا 35 40 حسب المكان اللي بتشتري منه عروسه. طب بالنسبه بقى للقطاعات الخضار، قطاعات الخضار في معانا حاجه زي كده مستورده. معانا حاجه زي كده، طبعا دي الناس كلها عارفاها. البيضه دي تبقى فايبر. ومعانا الخشب بايد ستانلس كده، عشان تتعلق على اي حاجه من الشماعات اللي هنوريها لك دلوقتي. يبقى معانا 3 انواع. في بلاستيك، حاجه كده برضو محترمه مستورده. ومعانا الفايبر، حاجه برضو ممتازه في الاستعمال. ومعانا الخشب. الخشب ده في منه انواع، في منه مصري ومستورد. انا جايب لك النهارده عروسه المستورده. بصي حاجه زي كده بقى هتجيبيها هتنضف، ما تستخسريش فيها فلوس. حاجه زي كده مثلا تعمل معاكي كام؟ 130 140 حسب مقاسها. في منها صغير وسط كبير، في جامبو للجزارين والشغل ده. حاجه زي كده 130 140 حسب المكان اللي بتشتري منها. وفي الفايبر دي برضو من اول 90 جنيه و100 و110 و120. ومعاك حاجه زي كده الخضره دي. الخضره دي برضو 60 جنيه. نفس الفايبر برضو، بلاستيك محترم كله مستورد. فانصحك ما تستخسريش في البلانشه دي بالذات، لان كل الاستعمال بيبقى عليها تقطيع. فاحنا بنجيب طبعا حاجه نظيفه لازم تبقى موجوده، عشان العروسه وهي بتاخدها ما ترجعش تشتكي لنا بقى. طب الشماعه بقى اللي عم نقول الشماعه وتعلق الشماعه اهي. شغل كده بسم الله ما شاء الله. ديكور شوكه وسكينه. معاكي هنا كلمه برضو مكتوبه بالانجلش اهي. واللي هنا اللي تعلق بقى مثلا ايه يعني، نوري حضراتكم اي حاجه. عصاره ليمون مثلا، بعد ما تشيلي دي كده تعلقيها كده. ممكن تعلقها بورقتها، ممكن تعلقها من غير ورقتها. هي بتتعلق في المطبخ بمسمارين 2 برضو. الشنيور لازم يبقى اساسي في المطبخ معاكي، عشان الحاجات دي بتتعلق كده في يوم الفرش ان شاء الله. يبقى لازم في شنيور موجود. الحاجات دي كلها تتعلق بسرعه، ما نقعدش نجري بقى نجيب من هنا. لازم يبقى في شنيور معاكي. اي من اي بقى كهربائي الكلام من ده، سباك الكلام ده، يبقى يسيبهولك بس الساعه واتنين اللي بتفرشوا فيهم تعلق حاجه زي كده. يبقى انت رايحه عارفه انت بتعملي عروسه. حاجه زي كده بسم الله ما شاء الله بتلم لك حاجات كتير على الايه، على الرخامه ومن درج المطبخ. و 25 جنيه بس. عصاره ليمون، نفس فكره هرسه التوم. بتفتح حاجه تحط نص الليمونه تقصيها وتحطها هنا كده بس من ناحيه جوه، وتتكي وخلاص الليمونه اتعصر. 30 جنيه عروس. معانا مبشره صغيره زي كده بقى، لجوزة الهند وجوزة الطيب. حاجات صغيره كده، حاجات انتيكات كده، ولها مغناطيس بتتعلق على الايه يعني. ده عشان الستانلس مش هتلزق. لها قطعه كده اهي، لو شايفينها بتتعلق اهي، بتتعلق على التلاجة. ب10 جنيه، والله ب10 جنيه. حاجه صغيره كده بسم الله ما شاء الله، وتعلق على التلاجة وقت ما تحتاجيها تجيبها من على التلاجة متعلقه. طب معانا برضو ايه، ده هراسه توم شكل مقبض. بص يا عروسه، انت بتحط التومه على البلانشه او على الرخامه او على اي حاجه وتشتغلي كده. انا هرست التوم خلاص. في دي، وفي الهراسه اللي هي كده، وفي اللي هي بتاع الصغيره بتاع اللي احنا لسه عارضينها ام 10. في انواع كتير من الهراسات، ويفضل الهراسه اللي احنا وريناها لكم اللي هي اللي كده، اللي هي عامله زي الكماشه او البنسل. حاجه زي كده برضو نازله معانا ب 30 جنيه. معانا برضو قشره بطاطس،
حاجه لوكسيات بقى كده، بسم الله ما شاء الله، تحفه الاستعمال، تحفه. مش عايز اقول لك بقى تقل ايه، وفي الاستعمال بتبقى خفيفه ازاي اصلا. حاجه زي كده بقى 50، في 55، حسب المكان اللي انت بتشتري منه عروسه برضه. تنورينا في اي مكان تاخد افضل الاسعار، واي حد هيجي لنا عن طريق الفيديو ده بالذات ووصل معانا لنص الفيديو او بعد نص الفيديو كمان، اي حد جاي من الحاجات اللي احنا عارضينها دي ليه خصم خاص عند المهندس بامانه. معانا بقى نرجع تاني لموضوعنا، معانا هراسه فول او بطاطس سيليكون، الايد سيليكون، كلها سيليكون في بعضها. حاجه زي كده ب 20 جنيه. ماشي يا عروسه، حاجه زي كده ب 20 جنيه. معانا طقم مصفى زي ده كده ستانلس على المغناطيس، 3 قطع، كبير وسط صغير. طقم زي ده كده نازل معانا بكام يا عروسه؟ 65 جنيه، 3 قطع. دي حاجه اساسيات 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 في المطبخ. ماشي يا عروسه، دي من الاساسيات في المطبخ. معانا شاطور او بيقولوا قطع الترشي على شكل الساطور كده، قطع الترشي كده عروسه، وتجيبي مثلا الجزره تقطعي بيطلع مشرشط بياخد الشكل ده كده ب 15 جنيه. دي برضه اساسيات في المطبخ. معانا معلقه خشب كبيره عروسه اهي، معلقه الخشب دي كبيره، حاجه مستورده زي كده، بسم الله ما شاء الله، محترمه، نازله معانا ب 25 جنيه. ومعانا برضه عروسه، دي برضه من الاساسيات بتاع الرفايع، دي مش بتعلق في المطبخ، دي شماعه للبناطيل، الجنس او القماش كده، بيبقى منظم للبناطيل. البناطيل بتخش كده، بيشيل حوالي 5 6 بناطيل، وبتتعلق في الايه، في شماعه الدولاب، بيوفر مكان بدل ما ترص البناطيل فوق بعضها 5 6 بناطيل. دي بتوفر، بتحطها في كده، بتاخد بس ايه جنب واحد كده في الايه، في الدولاب. حاجه زي كده نازله معاك ب 30 جنيه برضو، يعني من الرفاهيات برضو، مش من الاساسيات قوي يعني. برضو دي شماعه كده على كلمه لاف، تعلق برضو في المطبخ، تعلق عليها فوط على حاجه. دي نازله معانا ب 15 جنيه في العرض بس. معانا برضو مكبس برجر زي كده، مكبس برجر زي كده برضو عروسه اهو. ده بيتركب برضو كده اهو، تركيبه سهل جدا اهو، عشان العروسه برضو اللي بتجيب المكبس البرجر ومش عارفه تستعمله ازاي، باي مفك. احنا برضو هنحاول نركبه ايدنا كده باي مفك اللي هو الاكس ده، ويتركب كده اهو، بيربط تمام. وبيستخدم بقى كبس كده اهو، القطعه اللحمه بتتحط هنا وتكبس كده، بياخد شكل البرجر. ماشي يا عروسه، حاجه زي كده نازله معانا بكام بقى؟ نازل معانا ب 55 جنيه بس. معانا المبشره اللي قلنا برضو معانا مبشره هرمي، هي ده عروسه وبايد خشب. المبشره التانية تقضي الغرض، والمبشره دي تقضي الغرض، كلها مباشر، بس بتختلف في الشكل وفي الشركه والكلام ده كله. دي برضو ارضيتها سيليكون، عشان ايه؟ الاحتكاك في الرخامه والكلام ده ما يجرحش. دي برضو حاجه نازله معانا برضو بكام؟ 65 جنيه عروسه. ده رول برضو حوالي 50 قطعه، ده اسمه رول زيت، بيبقى قطعه برضو قد كف الايد او اكبر كده اهو، كده بالحجم ده كده، بيتقطع برضو 50 قطعة كده، فوط بقى تنفع تلميع، بيشيلوا بها الزيت اللي وقع على البوتاجاز والشغل ده. ده نازل معانا برضو في العرض 35 جنيه عروسة، 50 قطعة. معانا برضو فرش وسباتيولا فرضانيات كده ب 20 جنيه، الأصلية برضو، دي حاجة محترمة برضو، الأصلية عروسة، نازلة معانا ب 20 جنيه لو عايزة فردان. في 5 فوط مطبخ زي كده نازلين معانا برضو في العرض اهم، 5 مع بعض كده نازلين معانا بكام؟ ب 15 جنيه، 5 قطعة. معانا برضو عجلة العجينة اهي، دي المشرشطة بتاع القرص والبنين والشغل ده، شرشطة، ده نازلة معانا ب 30 جنيه برضو عروسة في العرض. عجلة عجين ستانلس مستورد برضو، حاجة محترمة، ده نازلة معانا في العرض 30 جنيه. المقاور برضو عروسة أنواع معانا النهاردة، معانا مقوار زي كده بإيد بلاستيك، ومعانا مقوار زي كده بإيد خشب، ده أو ده. دي حاجة ممتازة جدا في الاستعمال، حاجة محترمة. ومعانا برضو حاجة بإيد خشب برضو، استعمال محترم برضو جدا. فبترجع لحضرتك بقى، حاجة زي كده ب5 جنيه، حاجة زي كده ب15 جنيه، دي بترجع لحضرتك في الآخر حسب الميزانية زي ما قلنا برضو يا عروسة. ممكن تجيبي من دي وتجيبي من ده، يعني تشكلي الاتنين، مش لازم كله مثلا من نضيف. عايزة تجيبي من دي لوحدها ماشي، عايزة تجيبي من ده لوحدها ماشي. حاجة زي كده ب5 الست تعملوا معاك 30، ودي الست تعملوا معاك حوالي 90 جنيه. فدي برضو اللي بنتكلم عليه من الأول يا عروسة. قلنا البخاخة السيليكون معانا دي ب20 جنيه. معانا النشابة السيليكون، النشابة السيليكون ده عروسة، دي بتبقى عبارة عن سيليكون عشان بس ايدينا فيها تراب ما تعملش. دي عبارة عن سيليكون كده ايه، ومتحركة اهي، متحركة.
دي حاجه زي كده نازله معاك ب90 جنيه، حاجه ممتازه جدا. دي سيليكون، في منها خشب بس مش متحركه، بتبقى ثابته. خشب دي مثلا معاك 35 جنيه، تمام. معاك السيليكون ب90 جنيه 85 جنيه حسب المكان اللي انت بتشتري منها برضه عروسه. معانا علبه فوط زي كده، دي فوط مطبخ. بص الفوطه قد ايه عروسه، قد كف الايد اهي. دي بقى عباره عن مايكرو فايبر، 20 قطعه جايين في علبه زي علبه المناديل، بس هي فوط قماش للتنظيف والكلام من ده. حاجه زي كده نازله بقى معاك بالوانات اخضر، بينك، ازرق، نازله بالوانات كتير. دي حاجه زي كده بتعمل معاك 45 جنيه. فوط المطبخ، اساسيات في المطبخ، بس برضو ايه انت بتختار اللي ايه تحتاجها عروسه. قلنا حامل السخن عروسه بقى 3 انواع، في منه خشب، في حجم صغير وحجم كبير، وفي سيليكون. السيليكون ده بيجي 2 قطع مع بعض. ماشي يا عروسه. يعني ايه، احنا كل اللي عرضناه ده عروسه رفايع في المطبخ. شوفي بقى حضرتك، انت ممكن تجيبي نص الحاجه دي، 3/4 من الحاجات دي ممكن تجيبهم كلهم حسب الامكانيات برضو. بس كل ده في منها اساسيات مطبخ وفي منها رفاهيات. ده حامل سخن سيليكون 2 مع بعض اهو، دول نازلين مع بعض كده ب25 جنيه. مش عروسه، دول كده نازلين مع بعض ب25 جنيه يا عروسه. ده بالنسبه لحامل السخن السيليكون. طب نشوف الخشب. خشب في منه صغير وفي منه كبير، في منه مدور، في منه مربع، في من ده مربع ومدور، في من ده مربع ومدور. حاجه زي كده ب20، حاجه زي كده ب25. ده شغل مستورد وحاجه محترمه، بتحط عليه الحله السخنه، الشغل ده كله بدون اي تعب. معانا المضرب النسكافيه ده بيركب له حجره، تمام. برضو معانا مضرب نسكافيه تاني اهو. يعني معانا انواع برضو. في بقى يعني ده معانا ب35 جنيه. معانا برضو ده بيشتغل بالحجره، برضو نوريه لحضراتكم اهو. حاجه زي كده بتشتغل بالشحن. ده حجره وده شحن. الشحن بقى اهو، سامع عروسه؟ سامع عروسه كده اهو، ب3 مستويات، تمام. ده نازل معانا بكام؟ ب140 جنيه. اللي هو الشحن USB 2 في 1، بيشتغل مضرب نسكافيه وبيشتغل معاك مضرب بيض، بيجي معاه غيار لدي وغيار لدي. ده ب140، ماشي. وده ب35، حسب الامكانيات برضو تجيبي ده او ده. رفاهيات دي يا عروسه مش اساسيات. معانا برضو النشابه على شكل رولة كده، نازله معانا برضو بكام؟ ب20 جنيه. برضو ممكن تجيبيها مكان الايه الكبيره برضو. ده قشرة بطاطس ستانلس برضو، حجمها حلو برضو مش كبير قوي. ده نازله معانا برضو ب20 جنيه. معانا كبشه خشب، كبشه خشب برضو كبيره كده عروسه، حاجه محترمه بسم الله ما شاء الله عشان ما تجرحش الحلل. 35 جنيه برضو، حاجه زي كده. برضو السيليكون والستانلس برضو لسه هنوري لحضراتكم من شويه كده. يعني الخشب بتيجي ساعات حسب برضو ايه العروسه عايزاها، ماشي، مش عايزاها خلاص ما تجيبهاش عادي، مش من الاساسيات يعني. دي من الاساسيات برضو عروسه، قطاعه وشياله وصفايه 3 في 1. استانلس نازله معانا في العرض ب35 جنيه، حاجه محترمه. طبعا قطاعه والشياله بتاع البسبوسه والمكرونه والشغل ده اساسيات. معانا طقم المصافي الصغير اهو، طقم مصافي ينسون 3 مقاسات، ده نازل معانا عروسه 35 جنيه. معانا ملاحه ستيل اهي، دي ملاحه ستانلس رشاش، مستوياتها كلها فوق اهي. في خرام واسعه ضيقه مش عارف ايه، بخاخ كده، نازله معانا ب20 جنيه اهي. برضو من اساسيات المطبخ. ده حبل غسيل جامبو، حبل غسيل ده للعروسه، للحبال بتاع الغسيل ده جامبو، حاجه محترمه بتستحمل. 35 جنيه حاجه زي كده. قربنا نخلص رفاع المطبخ وهنخش نوريكم حاجه النيش بسرعه كده مع بعضنا. ده مضرب بيض ايكيا اللي هو الترند اللي طالع ده ب20 جنيه عند المهندس اهو. برضو من اساسيات، ممكن تجيب الايكيا او تجيب السيليكون او الستانلس، دي بترجع لايه لحضرتك. معانا دي، ده كده هراس بتاع مطحنة توابل خشب، والمسمار من فوق ده بيتحل كده. برضو نوريه لحضراتكم اهو. تحط التوابل هنا، وتحط العمود، تحط ده في العمود، وتربط الصامولة اللي فوق دي كده بكل سهولة ولا في اي حاجة. عايزة بقى تربطه قوي كده، لو الحاجة خشنة قوي فك شوية كده اهو يبقى ناعمة معانا. برضو الحاجة ناعمة. ده نازلة معانا عروسة بكام؟ ب70 جنيه، 79 جنيه في العرض. دي كانت معانا في العرض ب79 جنيه. مساحة ازاز زي كده ب10 جنيه، برضو اساسي للرخامة والازاز. قشرة البطاطس قلنا ب10 جنيه. دي حاجات سهلة برضو، اساسيات كلها. معانا ولاعة البوتاجاز ده اساسي برضو، غاز ب20 جنيه، ده اساسيات عروسة ولاعة. معانا مساحة ازاز ورخامة برضو اساسيات، دي حاجة تانية ب20 جنيه، التانية ب10 حسب الامكانيات عروسة. احنا بنعرض الرخيص والوسط والغالي. دي بترجع لحضراتكم، انت ممكن تعملي بقى الميزانية الماكسيموم بتاعك كام وتطلبي حاجتك على طول. دي ب20 جنيه، او
نخليه في العرض بكام؟ ب15 جنيه بس. دي مجموعة معالق معيار بلاستيك كده اهو بالشكل ده، نص كوباية، ربع كوباية، تمن كوباية، الحاجات دي نزلوا لك العرض ده اللي هيتفرج على الفيديو ده ياخده ب15 جنيه وبس. 6 قطع. بخاخة زيت بقى للاير فراير بقى، الشغل الترندات ده كله كده، بتحط الزيت ويشتغل. بخاخ للزيت بتبخ بقى على وش الحاجة بدل ما نحط زيت كتير. ده بخاخ نازل حاجة جديدة، حاجة حلوة برضو، من اساسيات دلوقتي في المطبخ للعروسه، لان سعرها مش قوي، 25 جنيه يعني مش مبلعه قوي. دي شماعه بقى، دي حاجه ترند بقى، عايز اوريها لك. الشماعه دي هتكسر الدنيا قريب. بص يا عروسه، الشماعه دي انت ممكن تقطعي منها كده حته، تاخدي حته لوحدها اهي، ماشي. ممكن تعلقها على بعضها، ممكن تيجي على زاويه، يعني في مثلا عمود في المطبخ اهو هيتعلق كده اهو، ماشي. ممكن تعلق على بعضها، ممكن تعلق واحده، ممكن اتنين. يعني دي حاجه بسم الله ما شاء الله جميله وشغاله بسرعه الصاروخ، لسه حاجه ترند جديده كده. 25 جنيه والاصليه، 25 جنيه الاصليه. معانا ده مفرش تجفيف للحلل، بتتحط على الرخامه كده جنب الحوض، بتصفي بقى على الحلل، الاطباق، الكلام من ده. عباره عن فل كده بايه، بيصفي عليه كده ايه الحاجه. معانا برضه عروسه نزلنا لك برضه 5 فوط مطبخ تاني، يعني معانا كده اكتر من 3 4 انواع فوط مطبخ، ممكن تجيبهم كلهم بس من كل حاجه واحده، تمام. 5 فوط ب 20 جنيه، وفي قبل كده 15 و10 و15. الموضوع كله مش هيجيب 60 70 جنيه تجيب الفوط كلها. ده برضه اختراع جديد يا عروسه. ده عباره عن معلقه اهي، دي معلقه صح، معلقه كوكتيل الحاجات دي، وفي نفس الوقت فيها ليمون. تشفطي منه هنا اهي وتشيلي منه، يعني دي تنفع لايه؟ للكوكتيل. اكل كوكتيل واشرب من العصير اللي في الكوكتيل. حاجه بسم الله ما شاء الله، الصين ده يا جماعه عماله تخترع. ده عباره عن كام؟ 6 قطع، شيليمو معلقه، اتنين في بعض ب 40 جنيه. اختراع ممتاز. دي بقى تنفع للعروسه، تنفع للبيت، تنفع لاي حاجه، حاجه حلوه. برضو معانا انواع مقص اهو، ده مقص ستانلس صغير كده، حاجه حلوه محترمه ب 30 جنيه. قلنا برضو ايه المقصات ده حسب اختيارك عروسه، يا طقم يا فردان. معانا فرشه سيليكون برضو ب 20 جنيه زي ما هي. دي فواطه تعلق على السيراميك او على البوتاجاز او على اي حاجه، للفوط بتاع المطبخ، تمام، او قدام التواليت عادي، تشتغل معاك برضه اهي. فاضه بالفيس من ورا اهي، تشتغل فواطه، حاجه ممتازه. دي لو حد شاف الفيديو للاخر كده وشاف الفواطه دي معايا، هديها له بكام؟ ب 35 جنيه بس، عند كلمتي. وفرشه غسيل الازايز مقيت خشب ب 10 جنيه بس. المفاجآت كلها في اخر الفيديو، يلا. ومعانا الولاعه الشرز، هحسبها له ب 50 جنيه وبس، بتتباع ب 60 جنيه و 70 جنيه. الولاعه دي بتعمل شرز بس للبوتاجاز كده، معدن تقيله ستانلس، 50 جنيه. معانا مصفى كبيره اطار سيليكون، المصفى الكبيره الاطار السيليكون دي نازله معانا في العرض ب 40 جنيه. دي مصفى كبيره اطار سيليكون ب 40 جنيه، حاجه محترمه ومستورده. معانا الكحاته السيليكون، كحاته السيليكون دي للجرانيت والسيراميك والتيفال والشغل ده، نازله معانا ب 30 جنيه وبس، 30 جنيه. واللي هيشوف الفيديو الاخر هحسبها له 27 ونص. ماشي ماشي يا عروسه، 27 ونص كحاته سيليكون. دي فرشه بقى، بص، سيليكون لغسيل الكوتشيات، للانتريه، للركنه، الشغل ده كله حاجه سيليكون كده بسم الله ما شاء الله ناعمه. دي 15 جنيه عروسه، ومن الاساسيات برضه. معانا ماسك البطوط، ده ماسك بطوط، ماسك للحلل فقط لا غير. في ناس بتاخده للاطباق والحاجات السخنه ويخش الفرن، مفيش الكلام ده يا جماعه، ده معمول للحلل. لا ايده منها فيها، نوريها لحضراتكم برضو شويه كده. ده للحلل، بيبقى الحلل ما جايه مش معاه مواسك، دي بناخدها ليها قطعه كده بتنزل ب 10 جنيه. طيب معانا ايه تاني بقى عروسه؟ الصواني العشاء بقى اللي العروسه بتيجي تجيبها. صواني العشاء دي بقى عروسه بقى عشان تبقى عندك فكره عنها، بيبقى صواني بالحجم ده كده، ده بيبقى مقاس 70، القطر بتاعها كده 70 سم، وفي 80 بقى بس بيبقى كبير قوي. فالعروسه ايه اللي بتجيب مقاس 70 زي ده كده. ده حاجه حلوه للعشاء، حاجه بسم الله ما شاء الله للغدا، ما يشيل مجموعه اطباق كبيره، تمام. طيب في بيقول لك ده بيجيبوا طبقين وثلاثه، والله هم في بقى اللي بيجيب ثلاثه ماشي، احنا بنتكلم عن طبقين. ده بقى في ناس تاخده للفطار، في ناس بتاخده تخرط عليه ملوخيه يا جماعه والله. يعني بيبقى معانا مقاسين زي كده اهم، واحد كبير اهو للعشاء وواحد صغير للفطار.
حجمين محترمين. طب بكام ده يا عروسه بقى؟ احنا بنتكلم في ستانلس تقيل على المغناطيس، حاجه محترمه جدا 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 عن تجربه طبعا. الحاجات دي يا جماعه بيبقى لازم يكون الماركه عليها طبعا نيوتريت بقى، نيوتريز مستورد، لازم يكون الختم عليها والشغل ده على ستانلس. تجيبها معاك المغناطيس، تحط المغناطيس، لزق ما تاخديش، ما لزقش خديه وانت مطمنه. ايا كان نوع بقى اي ستانلس، طالما ما بيلزقش في المغناطيس يبقى ستانلس حر، حاجه محترمه مش هيصد معاكي مع الاستعمال، لان ده اكتر حاجه بتستعمل في بيت العروسه، واول حاجه بتطلع ليله الفرح. يعني ده بيتقدم عليه العشاء، ده بيتقدم عليه فطار، فلازم الحاجه دي تبقى نظيفه جدا وما تستخسريش فيها فلوس، ومن الاساسيات الضروريه قوي قوي في المطبخ. تمام يا عروسه؟ ربنا عالم احنا بنقدم الفيديو ده للناس عشان توعيه، الناس اللي مش عارفه، عشان الناس ما تضحكش عليها بصراحه. يعني في ناس بسمع ارقام مبالغ فيها، يقول لك ده انا جايب عزال ب 200,000 جنيه، ده ليه جايب ايه يا عم؟ الحاجه دي مش الماظ، الحاجات دي بتبقى استلسات وبلاستيكات وشغل مستورد فاحنا وضحنا لحضراتكم. دي كانت معانا بقى اكبر كميه رفايع مطبخ عرضناها على القناه عندنا. تمام. وفي حاجات تانية بس ما نقدرش نعرض ده كله، انتوا عايزين 10 ساعات ماشي، فاحنا عرضنا لكم الاساسيات الضروريه للعروسه في المطبخ، من رفايع في درج المطبخ، في الحاجات اللي بتستعملها، بتعمل حاجه تستعمل معلقه ايه، تستخدم ماسك ايه، الولاعه بتاع البوتاجاز، الشغل ده. تمام. تعالوا بقى اوريكم شغل النيش بقى، اللي بيجي في النيش مش عارف ايه، على السريع كده بره، ونشرح لكم على السريع برضه عشان ما اتاخرش عليكم. يلا بينا. يلا بينا. رجعت لك تاني يا عروسه، بنوريكي بقى حاجه النيش اللي بتيجي. طبعا حاجه النيش دي بتبقى بقى انواع واشكال وحاجات تحفيات بقى. اوريكم كده نظره على السريع ونقول لكم ايه اللي بيجي واحده واحده كده بسرعه. ماشي. معانا طقم الشوربه فوقي والكلامن، معانا طقم البايركس، ومعانا الاركوبايركس، ومعانا الشاي جاتوه، ومعانا الصيني، ومعانا الحلل، ومعانا الاركوبال، معانا حاجات كتير بقى، وطقم التوزيع، وطقم السكاكين والشغل ده برضه عروسه. يعني معانا دلوقتي برضه طقم الشوربه دي بتيجي اشكال والوان، يعني معانا الشكل زي كده، دي حاجات مكلفه بتوصل لحد 2000 جنيه، وفي حاجه لحد 1500، ومعاك حاجه لحد 1400 برضه. ماشي. ومعاك الكلام ده، كل من ده بيجي فيه منه قلب ستانلس وقلب بلاستيك. تمام. بيبدأ معاك من 600 700 لحد 1500 جنيه. وفي الكلام بتاع تانك بقى بتبدأ معاك من 220 جنيه ل 12 لتر. ومعاك 625 طقم الدوار اللي زي كده عروسة اهو. ده طقم دوار زي كده ستانلس، بيبقى ده ستانلس من هنا كده، ده 625، ده حاجة مستوردة محترمة. معاك برضو طقم الفتحات اللي زي كده، بتبدأ من 200 من 375. معاك برضو الحاجات الديسبنسر دي كده، ده ديسبنسر كده بالكوبايات بتاعته كريستال، ده شغل رفاهيات برضو، يوصل معاك لحد 1000 ونص. معاك طقم زي كده بقى طبق الفاكهة مع الفازة مع البومبونيرة، ده بيوصل لحد 670 جنيه. معاك براد بورسلين، ده كله شغل نيش يا جماعة، يعني مش من الضروريات برضو للعروسة. ماشي. معانا ده برضو طبق سلطة كده، بيبقى بيوصل سعره لحد 1200 جنيه. معاك طقم شاي زي كده، معاك طقم بقى توابل زي كده، توابل برضو حاجة محترمة يعني، في منها أشكال وألوان، ومعانا الصواني برضو اللي جوه دي كده عروسة، الصواني برضو أشكال وألوان ستانلس وألوان الطيف والشغل ده كله. ماشي. ومعاك برضو الإيه، الشيالات بتاع البسكوت، برضو بتبدأ معاك من 350 جنيه في لحد 1000 جنيه عروسة. فيتهم الخشاف اللي زي كده، بيبقى بالحامل بتاعه على شكل قفص كده، في منه مدور، في منه مستطيل. الحاجات دي بتبدأ عروسة معاك من ايه، من 700 800 جنيه لحد 1000 ونص. معاك مثلا بتاع كنك بورسلين كده، بيبقى 3 قطعة، حاجات زي كده برضه رفاهيات بتحط على البوتاجاز مكان الاستانلس والشغل ده. ده طاجن حراري بالغطا، ماشي، ده ممكن نقول ماشي العروسة تيجي. تمام. بيبقى حاجة برضه محترمة مستوردة. ومعاك كده سلطانية برضه بالكبشه بتاعتها، دي سلطانيه بايركس تتحط على النار. معاك طقم شوربه زي كده. معاك طقم التوزيع برضو بجميع الاشكال والالوان برضو بتاعتها. تمام. بجميع الالوان بيبدا معاك من 300 جنيه حاجه زي كده، حاجه 300 جنيه عروسه زي كده برضو عندنا موجوده اهو. في لحد 600 جنيه، في منها المصري وفي منها المستورد. في كوبايه زي كده برضو عروسه اهي،
ده نازل فيها حوالي 13 قطعة كل ما يخص العروسة في المطبخ. ده برضو في المطبخ عروسة، حاجات من الأساسيات ممكن تيجي بتوفر على نفسك الفرضانيات. ده بيجيب 250 جنيه. عندك اطقم الشربات اللي زي كده. طقم الشربات ده ممكن يعمل معاك 1600 جنيه، وفي منه 1400، وفي منه مصري ب1000 جنيه و900 جنيه. في اطقم القهوة بقى عروسة اللي زي كده، في بالحامل، في بالكنكة، في بالبراد، أنواع وأشكال برضو من أول، نقول من أول 600 جنيه. حاجات النظيفة وأنت طالعة، حاجات زي كده برضو أشكال جديدة. تمام. اتفرجي برضو عروسة وإيه. ولو عايزة حاجة خدها سكرين واسألينا، احنا نرد عليك تحت في التعليقات. واي حد محتاج حاجة في التعليقات يا جماعة برضو ايه يقول لنا واحنا هنرد عليه. معانا برضو ترامس النيش اهي. ترامس النيش دي بتبقى اشكال والوان. ماشي. ومعاك بقى ترامس برضو الوانات زي كده، ومعاك الاستانلسات. يعني بص، معاك الاستانلس ده برضو عروسة، ده من اجود انواع الاستانلس في السوق من ناحية الترامس. الترمس ده حاجة بسم الله ما شاء الله، قلبه استانلس. يحفظ معاك المية دي حوالي 12 ساعة سخنة عن تجربة. بيبدأ معاك برضو من 300 كده وانت طالعة، 350، 360. في برضو حسب المقاس بتاعه، في لتر، في لتر ونص، في 2 لتر، في 2 ونص. ماشي. معاك حافظ الطعام، معاك برضو السكاكين اللي على حامل، معاك ده ديسبنسر. معاك شغل عروسة بقى ايه، انت بتتكلمي في مجال واسع واسع. وهنقول لحضراتكم دلوقتي برضو ايه تكلفة الجهاز كام برضو، عشان الناس اللي بتسأل. ده هيقول لنا تكلفة الجهاز هيتكلف كام، احنا نقول برضو الرينج لحضراتكم ونعرفكم يتكلف كام. معانا برضو البراد، معانا الكنك، معانا كنك القهوة ده قلنا عليه جوه. معانا برضو الغلايات الاستانلس الصغيرة والكبيرة، معانا برادات خليجي. تمام. معانا عروسة أشكال وألوان برضو، معانا الكلامين، ومعانا الدورة، ومعانا المجال بتاع الأدوات المنزلية. ده عروسة واسع جدا جدا، فلازم تبقى مركزة في كل تفصيلة. دي توابل دوارة برضو. يعني دي حاجة مثلا ب160 جنيه. كنا عرضنا حاجة قبل كده ب625 وريناها كلها الاستانلس. معانا أباجورة زي كده لأوضة النوم والأطفال، ده عاملة 170. في طقم استانلس. معانا طقم التلاجة الستيل دهوت برضو عروسة، نازل معانا ب25. في منه ب250 أركوبال، برضو حسب الإمكانيات بتاع العروسة. في مج برضو هنا بالشليمو، ده الأطفال بقى والشغل ده ب20 جنيه قلنا عليه قبل كده. في طقم قهوة زي كده بتبدأ معاك من 225 جنيه، بدل من تشتري واحد ب600 و700 ممكن برضو توفروا تجيبوا حاجة زي دي. ما قلنا المعالق ده عرضناها جوه. وفي برضو طقم قهوة زي كده اهي. ده طقم قهوة برضو عروسة، حاجة دهب كده بسم الله ما شاء الله برضو. معنا طقم قهوة زي كده برضو. معنا طقم شوربة زي كده ب550 جنيه، في ب1000 وشوية، وفي ب2000. ممكن عايزة توفري شوية تجيبي طقم زي كده، منه ألوانات كتير قوي فوق أهي. فوق هناك أهي منه الأبيض والزهري والأسمر واللبني. معنا طقم فتحة زي كده بيبدأ من 375. ماشي يا عروسة. معنا طقم سكاكين على حامل أهي. معنا بالشكل ده، ومعنا 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 بالشكل. الاشكال دي كلها كده، اي شكل من دول كده ب 375 جنيه عروسه. من هنا من معرض المهندس ان شاء الله بنقدم لكم اكبر تشكيل لجهاز العروسه باقل الاسعار ان شاء الله. مش عايزين نقول في مصر كلها، في السوق ان شاء الله اقل الاسعار. بنحاول نجيب لكم اسعار، يعني مش عايز اقول لك احنا بنعمل عشان نجيب لكم الاسعار دي والله. والفيديو ده معمول مخصوص لخواطر العروسه تعرف هتجيب ايه، طب هتجيب منين، طب سعر دي كام. طب احنا عرضنا لكم سعر كل حاجه تتخيلها في الادوات المنزليه اهو. وكل يوم جديد اصلا في الاسعار وفي الحاجات دي. معنا برضو عجانات زي كده نازله ذهبي ونازله على اشكال. حاجات من اول كده من 130 جنيه فرداني، و140 و150. ومعاك الازاز بقى بيبدا من 6 ب45 جنيه ازاز كوبايه شوبات. وفي ب50 و55 و60. اقصى حاجه 60 جنيه بتاع المطبخ. في شغل لوكسيات بقى مثلا، حاجات زي البرانك ماكس ده والتركي، حاجات زي كده. يعني مش كل الازاز زي بعضه. الازاز ده برضه ممكن يتلم ب2000 جنيه تجيب ازاز المطبخ كله. مفيش مبالغه بقى، ولا 5 6000 ولا الشغل اللي احنا بنسمعه ده. ماشي يا عروسه. بتاع النيش دي بتبقى 20 متر عروسه. دي لفه رول مفرش للنيش والدواليب والشغل ده. اللفه دي بتبقى 20 متر، في منها مستورد ومصري. طيب انا جبت لك المستورده ال 20 متر. ال 20 متر ب 350 جنيه. يعني مش عايز اقول لك اقل سعر في مصر كخامه اضمنها لك. جيت تفرشه ولقيت الخامه اي كلام بتاعتك. ايش عروسه 350 جنيه عشان ما تيجي تشتريها من اي مكان فيك يا مصر.
وتفتكر الفيديو ده وتدعي لي ب 350 جنيه. سيبك من الاسعار المبالغ فيها 400 والشغل ده. دي المستورده 20 متر 350 جنيه، يعني ال 10 متر هتجيبها ب 180 جنيه اقصى حاجه. ماشي يا عروسه؟ تعالى اما اقول لك هتكلفي نفسك كام يا عروسه. اولا حاجه المطبخ كلها انت بتجيبي حلل جرانيت وحلل تيفال وحلل ستيل وحلل المونيا. 4 تطقم. انا بقول دلوقتي ال4 تطقم كفايه جدا. لما تجيب 4 تطقم نضاف دلوقتي كفايه كفايه كفايه. في ناس تقول لك عايزه 5 تطقم و6 تطقم. ليه؟ احنا نفتح مطعم؟ ما علينا. كل واحده طبعا وامكانياتها، احنا ما نقدرش، احنا بنهزر. بس ال4 تطقم دلوقتي الميكس مان بتاعهم جميل جدا طبعا. يكون عندك ستانلس والومنيا وتيفال وسيراميك او جرانيت. 4 تطقم في المطبخ بسم الله ما شاء الله يعيشوا معاك عمر، وتبقى تجددي بعد كده. ماشي؟ ايه الفرق بقى بين جرانيت وسيراميك وتيفال؟ التلاتة نفس بعض، واي حد هيختلف على الكلام ده. احنا الحمد لله خبرة 15 سنة. والله احنا شايفين ان التلاتة استعمال واحد، محافظة واحدة، نتيجة واحدة. فرق انك بتجيبي الحاجة محملة 5 ملي 4 ملي 3 ملي. فرق في الاسعار فقط لا غير. لكن التلاتة مش عايز احلف بالله ان التلاتة استعمال واحد وشكل واحد ونفس الهدف من التلاتة يعني. بس بقى في ناس تطلع تيفال سيراميك، طوروا شويه جابوا الجرانيت في رخام نزل. بس كل ده عايز اقول لك يا عروسه والله كله استعمال واحد وهدف واحد. انت بتجيبي طقم او اتنين من الثلاث اربع اصناف دول، سواء جرانيت سيراميك تيفال رخام الكلام ده كله. انت بتجيبي طقمين منهم وبتجيبي طقم ستيل والومنيا جنبهم. بس تجيبي حاجه نظيفه بدل ما نجيب 6 تطقم ونجيبهم اي كلام. لا انا اجيب 4 تطقم حاجه نظيفه ويديك نتيجه حلوه ويعيش معاك عمر. تمام؟ دي بالنسبه للحلل. طيب حاجه المطبخ كلها بقى تكلف كام دلوقتي؟ احنا في شهر 5 2025 لحد النهارده الحاجه دي هتتكلف معاكي يا عروسه لحد النهارده. انا بقول لك من المطبخ فقط لا غير، من غير نيش، هتتكلف من 40 ل 60 الف جنيه عشان تلم حاجه المطبخ. حاجه ممتازه جدا جدا. عايزه في الوسط ممكن تلمها ب 35. مع النيش هتجيب حاجتك ب 30 40. يعني ممكن تتكلمي في ادوات منزليه وبلاستيكات. البلاستيكات دي برضو ممكن تلمها كلها ب 6000 جنيه. سيبك من الاسعار المبالغ فيها عروسه، لان في عروض كتير على البلاستيكات الايام اللي جايه واللي فاتت دي. فنتكلمي في ادوات مطبخ، نيش، بلاستيكات، كل ما يخص العروسه. ومن اجهزه كهربائيه، اجهزه كهربائيه دي من 80 ل 100 ل 130 الف. من 80 ل 130 الف ده الميكس مان بتاعهم، ما بيزودوش عن كده. في ناس بقى بتجيب 150 و160 و170 حسب امكانيات العروسه. اجهزه كهربائيه ما تقدريش ايه تحكميها. ممكن في ناس بتجيب ب 300 الف عادي. في ثلاجه ب 100 الف لوحدها. بس احنا بنتكلم في المتوسط عشان الناس برضو ايه على قدها. ممكن نتكلم في 140 الف جنيه هتلمي احلى اجهزه كهربائيه من السوق. مش عارفه؟ ممكن تبعتي له، انا ابعت لك اسماء الحاجه، تروح على اي وكيل قريب منك هتجيبيها وبكل سهوله مفيش اي مشكله. اشتغلنا فيها 15 سنه. دي الاسعار اللي المفروض الناس كلها تبقى عارفاها. ادوات المطبخ مع النيش انا بتكلم لو 100 الف جنيه في الادوات المنزليه بعيد عن الاجهزه الكهربائيه. والله 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 لا تجيبي انضف حاجه ومطبخ ونيش يشرف قدام حبايبك. انا عايز الكلام ده الناس تدعي لنا في التعليقات. و... واي حد عنده اي استفسارات، اي استفسار في التعليقات انا هرد عليك في لحظتها او بعدها بوقت قصير جدا ان شاء الله. اي استفسار اي تعليق اي سؤال، اي حد عايز يتواصل معانا على الواتس هنسيب لكم ارقامنا وكل دنيتنا على القناه طبعا موجوده. ازاي تتواصل معانا على الواتس وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك. القناه الاساسيه بتاعتنا قناه اليوتيوب معرض المهندس للادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه. قلنا عنواننا الغربيه زفته قريه مسجد وصيف، وعندنا شحن لاي مكان في مصر لحد باب البيت. يعني نودي لك حاجتك لحد باب بيتك. والمعاينه قبل الاستلام متاح، كل حاجه متاحه معانا الحمد لله. في ناس بتجيلنا من جميع محافظات مصر واللي شرفنا قبل كده وشايفنا دلوقتي لاخر الفيديو يكتب لنا في التعليقات ايه رايكم في معرض المهندس وفي عروضه واللي اتعامل معانا. يا رب يدعمنا بلايك وشير طبعا الناس تستفاد بالمعلومات دي كلها. ربنا عالم احنا تعبنا قد ايه في الفيديو ده عشان نقدمه لحضراتكم بالشكل ده. ورب نكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله في اقرب وقت نقدم لكم فيديو برضو
نتكلم مع بعض فيه، نقول لحضراتكم ايه رأيكم في شغلنا، في العروض اللي احنا بنعملها في الاسعار. ف وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله العيد قرب اهوت، بنجهز لكم عروض حلوة ان شاء الله في العيد. قبل العيد هنعلن عنها. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتدعمونا كده عشان نقدم لكم فيديوهات اكتر واكتر. واهم حاجة تصلوا على النبي في التعليقات وتدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.